لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ومعادنا مع بعض نتعلم ازاي نعمل طاقية البيبي اللي شفناها في الشورتس. سهلة، ما بتاخدش وقت، وشكلها مميز جدا، غرزتها حلوة. هنعتمد فيها على العمود الأمامي زي ما اشتغلنا في الحافة بتاعة الشال في الفيديو اللي فات. هنسيب برضو في صندوق الوصف لو انتوا حابين تضيفوا ليها البومبوم او لا، ده شيء يرجع لكم طبعا. ممكن انتوا تعملوا بومبوم بطريقة مختلفة كمان، يعني لو حابين تعملوا واحدة يمين واحدة شمال بيبقى شكلها كمان ظريف. هنبدأ ان شاء الله على طول. بنبدأ بعدد سلاسل بتحددوا حسب ما انتوا عايزين تعملوا مقاس الطاقية لسن حديث الولادة، يعني نيو بورن، او من 0 ل3 شهور، او من 3 شهور ل6 شهور، او من 6 شهور لسنة. فالمقاس الاول خالص اللي هو بيكون بنبتديه ب56 سلسلة، بيكون مقاس صغير. المقاس اللي بعد كده بنزود 4 سلاسل، يعني ما بين كل مقاس ومقاس بيكون في فرق 4 سلاسل. هنا ده اللي هو 3 ل6 كان اشتغلته ب64 سلسلة في البداية. فاحنا النهاردة هنشتغل المقاس الوسط ما بينهم اللي هو 60 سلسلة. لو حابين تعملوا اكبر كمان من كده، اكبر من 64 سلسلة، تعملوا 68 سلسلة في البداية عشان تعملوا مقاس 6 ل 12 شهر. هكتب لكم على الشاشة المقاسات دي عشان ما تتلخبطوش، ويمكن تلاقوها كمان بإذن الله في صندوق الوصف. فعشان نبدأ هنستخدم معانا إبرة 4 مليمتر، كالعادة أنا مش ببقى متأكدة إذا الرقم باين ليكوا أو لأ. دي 4 مليمتر. هستخدم إبرة تنظيف عشان خياطة الطاقية من فوق في الآخر، أو تنظيف أي خيوط معانا. هستخدم لونين، الأبيض واللون البينك، بدرجة مختلفة عن الطاقية التانية. الخيوط دي بيركم، أليز بيركم، ظريفة جدا في الشغل. تمام، دي الشلة اللي هي وزنها 100 جرام. تمام، هنبدأ باللون الأبيض. هعمل السلاسل وارجع لكم عشان نشوف هنبدأ أول دور معانا ازاي. زي ما اتفقنا هنعمل عدد سلاسل عددهم 60، وبزود كمان سلسلتين ارتفاع لبداية الشغل بتاعنا. عايزين ننتهي بعدد من العواميد في أول دور عددهم 60، فأنا بالتالي بزود السلسلتين الأخرانيين عشان يكون عندي توتال العواميد 60 عمود بلفة. هخلص السلاسل وارجع لكم تاني. طيب انا كده خلصت عدد السلاسل اللي انا هبدأ بيها 60 و2 زيادة، يعني 62، وهبدأ اشتغل في رابع سلسلة عندي. 1 2 3 في الرابعة، يعني العمودين الاولانيين دول اسفل السلسلتين الاولانيين هيكونوا اول عمود، وكمان بفوت الغرزة اللي هم هيكون العمود اكنه معمول فيها، يبقى بفوت 3. وبما اني فوت 3 يعني رقم 60 اتفوتت معانا، يبقى ده العمود رقم 60، عشان انا زي ما قلت لكم عايزة عدد العواميد يكون 60 بما فيهم السلاسل الاولى. فببدأ اشتغل في السلسلة رقم 59، وكده بيكون ده تاني عمود عندي. السلاسل الاولى هي اللي كونت اول عمود، وادي تاني عمود
اشتغلته، وهكمل على السطر كله بنفس الطريقة. لو انتوا حابين تشتغلوا في الحلقة الثالثة ده يرجع لكم. انا استسهالا هشتغل في الغرزة بطريقة عادية في السلسلة نفسها بين الحلقة الأمامية والخلفية بتاعة السلاسل. وزي ما قلت لكم انتوا تشوفوا انتوا حابين تشتغلوا باي طريقه والاسهل ليكم ايه. طبعا الفرق ما بينهم زي ما قلت لكم بيكون ان السلاسل بتكون ظاهره. لو احنا اشتغلنا في الحلقه الثالثه السلاسل بتكون ظاهره تحت كامله، لكن هنا ما بيكونش عندنا الشكل كده، بيكون شكل مختلف شويه. فانا هكمل العواميد بتاعه اول دور وارجع لكم عشان نشوف هنقفل الدور الاول ازاي. طيب خلصت انا ال60 عمود بتوعنا، وهنشبك دلوقتي اول الشغل في اخر الشغل. هنعمل ايه؟ انا عايزه اول غرزه عندي تكون عمود امامي، فمش هدخل في السلسله الثالثه هنا فوق واشتغل غرزه عاديه، لا انا هدخل كده حوالين العمود اكني بعمل غرزه عمود امامي. يعني هعمل غرزه منزلقه بس جوه السلسله، داخل السلسله الاولانيه اللي هي كونت لي اول عمود، وهرتفع ب3 سلاسل، وهيكون ده كده العمود الامامي. طيب هعمل ايه بباقي التشبيك؟ انا كده شبكت الجزء اللي فوق من الشغل، الجزء اللي تحت لسه زي ما انتم شايفين كده مفتوح. فانا بابره التنظيف بتاعتنا هشبك الفتله الاخيره دي. لو انتوا حابين تسيبوا مسافه اطول من كده بحيث يبقى سهل عليكم في التشبيك، ممكن انتوا تسيبوا جزء اطول شويه. وهنلضم الخيط في الابره وندخل نشبك في الجزء اللي تحت من الشغل الناحيه التانية. تمام، انا شبكت اللي فوق خلاص، وهيبقى لسه ما بينهم مثلا مفتوح. عايزين تقفلوها اكتر ممكن تكتفوا ان انتوا تقفلوا بس الجزء اللي تحت، بس انا حابه ان انا اشبك الخيط حتى واداريه بطريقه يعني اكتر. فهطلع كمان اعمل غرزه لفوق بحيث يتدارى الخيط تماما، وارجع انزل بيه لتحت مره كمان. زي ما قلت لكم سيبوا مسافه اكتر عشان يبقى سهل عليكم الشغل، ما يبقاش يعني صعب ويضايقكم، وتفضل الفتله تطلع. بعدين هنقص الزياده دي. تمام كده اتقفل الشغل تماما فوق وتحت، وهنبدأ نكمل اول دور. هشتغله كله عمودين اماميين وبعدين عمودين خلفيين. انا كده كونت خلاص العمود الامامي الاول، هشتغل بعديه كمان عمود امامي زي ما اتفقنا. بندخل حوالين العمود اللي في الدور اللي قبل كده ونشتغل غرزة عمود بلفة عادي جدا. انا كده 2 اماميين، نبدأ نشتغل 2 خلفيين ونستمر بالطريقة دي لاخر الدور، وارجع لكم تاني عشان نشوف هنبدأ الدور الثالث، دور تغيير اللون ازاي. هتمشوا 2 اماميين 2 خلفيين، وبما ان العدد زوجي فهنفضل كده مستمرين. هلاقي نفسنا بننتهي ب2 خلفيين، عشان كده الاعداد عندي زوجي عشان ما بتبقاش البداية امامي وانتهي ب2 امامي، فيبقى في 4 عواميد امامية متتاليين في الاخر. انا عايزة يبقى كله 2 عواميد امامية و2 خلفية، 2 امامي 2 خلفي لحد النهاية. يبقى انا محتاجة انتهي بعواميد خلفية. فانا هخلص الدور التاني وارجع لكم عشان نشوف الدور التالت هنكمله مع بعض ازاي. طيب انا رجعت لكم بعد ما خلصت الدور التالت كمان بنفس طريقة الدور التاني، مفيش اي اختلاف. وحتى كمان طريقة القفل الادوار في بعض هي نفس الطريقة تماما. يعني بعمل ايه؟ انا دلوقتي في الدور اللي جاي الرابع ده انا هغير اللون، فهدخل ورا العمود عشان انا برتفع بعمل عمود امامي، فهدخل من وراه واعمل المنزلقة من وراه، بس بدل ما هسحب اللون الابيض هسحب اللون اللي انا هشتغل بيه. طبعا انتوا يرجع لكم اذا حابين تشتغلوها بلون واحد او بلونين زي ما انا بعملها. الدور او مش الدور
الشغل اللي هيبقى اللي جاي زي ما انتوا شايفين هنا هيبقى بطريقة مختلفة. يعني مش هعمل عمودين اماميين وبعدين عمودين خلفيين، لا هعمل عمود وبعدين يعني الدور اللي بعد الجاي هو اللي هيبقى عمود وعمود، لكن احنا هنبني شغلنا على دور كله عواميد بلفة عادية. لكن انا بكلمكم على اللي هيجي بعد كده فوق، هيبقى زي ما انتوا شايفين فرق. هنا الجزء الابيض كان عمودين اماميين وعمودين خلفيين، الشغل اللي فوق ده هنبدأ نعمله عمود وعمود امامي وبعديه العمود الخلفي، وهكذا زي ما هتشوفوا يعني. بس خلونا الاول نبدأ الدور الرابع اللي هو هيكون عواميد عادية. هقفله معاكم الدور التالت، نبدأ الرابع واخلصه وبرضو ارجع لكم عشان نشوف ازاي هنبدأ شغل الدور الخامس. اهو بدل ما اسحب اللون الابيض سحبت اللون البينك اللي انا هشتغل بيه، وهرتفع هثبت بس الشغل بان انا بلف الخيط على نفسه، وهرتفع 3 سلاسل، ودول كده هيمثلوا لي اول عمود بلفة عادي. ممكن حتى نقفل بمنزلقة عادية لو احنا مفروض الدور اللي جاي ده بنشتغل عواميد عادية كلها مش عمود امامي. بس انا شايفة ان احنا نعمل بالطريقة دي عشان تكون كل العواميد اللي هي في الجزء اللي احنا بنعمل فيه الوصل شبه بعض، مبقاش فيه اختلاف. هندخل تحت الحلقتين من كل غرزة ونشتغل عمود عادي جدا في كل غرزة هتقابلنا. هخلص الدور وارجع لكم ونقفله مع بعض ونبدأ الدور الخامس. طيب انا كده خلصت الدور كله عواميد بلفة. هنقفله ازاي؟ هنقفله بنفس الطريقة، هندخل ورا 3 سلاسل ونسحب الخيط ونعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هنرتفع ب3 سلاسل، وهيكون كده ده العمود الامامي الاول. ليه امامي؟ لان هي حركة القفل للدور من ورا السلاسل مش في السلسلة نفسها بيدينا نفس شكل العمود الامامي، لان اشتغلنا حوالين العمود اللي عندنا. تمام. بما ان ده عمود امامي اول غرزة، يبقى اللي بعدها هتبقى عمود خلفي، وهكذا الدور هيبقى كله عمود امامي عمود خلفي. وبرضو زي ما قلت لكم بما ان الغرز عددها زوجي فهننتهي بعمود خلفي، وهيبقى بعديه العمود الامامي اللي هو الاول، فمش هيبقى فيه اي لخبطة في الشكل. عمود امامي عمود خلفي لنهاية الدور، وهنقفله في العمود الاول الامامي من وراه كده نفس الطريقة من ورا السلاسل دي، ونرتفع 3 سلاسل ونكمل نفس الطريقة دي لمدة عدد ادوار يعتمد على المقاس اللي احنا بنعمله. احنا اتفقنا ان المقاس لو هنعمله لبيبي مولود نيو بورن يبقى هنشتغل 56 سلسلة. 56 سلسلة بنشتغل معاها مع في الادوار دي 7. لو عملنا 60 سلسلة يبقى هنشتغل 8 ادوار. 64 سلسلة هنبدأ نزود 9 ادوار. 68 سلسلة نعمل 10 ادوار من الدور ده. بتكلم على الدور الخامس مش الدور اللي هو الرابع بتاع العواميد فقط. تمام. يبقى انا كده هخلص الدور لاخره وابدأ اكرر تاني. انا هنا ابتدينا لو تفتكروا قلنا هنعمل المقاس اللي هو ما بين النيو بورن والاكبر
درجتين، يعني هنعمل على 64، يبقى هنعمل 8 ادوار فقط من يعني يبقى الدور الخامس و7 كمان، يبقى هننتهي عن الدور رقم 12. هخلص لحد الدور رقم 12 وارجع لكم عشان نشوف ادوار التناقص هنشتغلها ازاي. وادوار التناقص عددها ثابت في كل المقاسات، هما 4 ادوار في الاخر. يعني لو عملنا 12 يبقى هننتهي 13 14 15 16. تمام. عملنا 7 يبقى هيبقى عدد الادوار عندنا 11، في 4 في الاخر فوق عدد الادوار اللي هي نفس الشغل عندنا هنا. عدد ثابت من الادوار في النهاية اسمها ادوار التناقص، لان هنشتغل فيها تناقص بطريقة معينة. اما ارجع ان شاء الله بعد نهاية الدور 12 اوريكم ازاي هنكمل شغلنا. خليكم معايا. طيب رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الادوار اللي انا محتاجة اشتغلها. عمود امامي، عمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي. عملت عدد 8 من الادوار دي، غير طبعا اللي هو قلت لكم الدور الاول كان عواميد فقط ورا بعض. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقفل الدور الثامن مع بعض بنفس الطريقة، ان انا بدخل ورا السلسلتين اللي في البداية. انا ابتديت اعملهم سلسلتين بعد كام دور على اساس ما يبقاش فيه فراغ كبير بين. حسيت انه لما بعمل 3 سلاسل يكون فيه هنا فراغات واسعة، فقللت شوية فعملت سلسلتين فقط. طيب انا هدخل ورا السلسلتين واعمل منزلقة، وبعد كده ده اول دور في ادوار التناقص. هشتغل التناقص ازاي؟ ان انا هشتغل 2 عواميد امامية مع بعض. يعني انا عندي عمود امامي اهو، اول غرزة بتبقى عمود امامي، بعدين ادي الخلفي وادي امامي. انا هشتغل على الامامي ده والامامي ده غرزة واحدة، بان انا اشتغل عمود امامي غير مكتمل على العمود ده وافوت العمود الخلفي، وبقى اشتغل عمود امامي غير مكتمل على العمود التاني واخلصهم مع بعض. هنعمل الكلام ده ازاي؟ ان انا الف الخيط على الابرة وادخل ورا الغرزة واكني بشتغل عمود امامي، والف الخيط واعدي من حلقتين فقط، اسيب الحلقة الثالثة. تمام. اعدي من 2 فقط كده واسيب الحلقة الاساسية اللي على الابرة. تمام. ادي كده اول عمود امامي غير مكتمل. هعمل العمود تاني الغير مكتمل فين؟ على الامامي ده، وهفوت بينهم العمود الخلفي اهو كده. الحلقتين دول هلف منهم ويبقى الشغل كده. الخطوة الجاية ان انا هلف الخيط واعدي من ال3 حلقات دول. ده كده عمود اول غير مكتمل، عمود تاني غير مكتمل، دي الحلقة الاساسية، والف الخيط واعدي منهم هما ال3. يبقى كده انا عملت اول تناقص عندي. هعمل ايه بعد كده؟ هيجيلي عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي، وبعديه ارجع اكرر التناقص على العمودين الاماميين اللي بعد كده، بما فيهم برضو هنعدي العمود الخلفي اللي بينهم. بدخل ورا العمود وبجيب الخيط واطلع كده، بقى عندي 3. لف الخيط وعدي من 2 واوقف على كده. ما لفش الخيط وعدي من 2، لا، هوقف على كده الشغل والف الخيط تاني وادخل عند العمود الامامي اللي بعد كده والف الخيط واعدي من 2. ان شاء الله يكون واضح. لف الخيط واعدي من 3. بعديهم اشتغل عمود خلفي على العمود خلفي اللي هيقابلني. يبقى انا في عمود خلفي بفوته وفي عمود خلفي بشتغله. اللي بفوته اللي بيكون بين الاتنين الاماميين اللي انا بعمل عليهم التناقص. زي ما قلت لكم التناقص بنعمله ان انا بعمل عمود امامي غير مكتمل، يعني مش بكمل الغرزة، بسيب الحلقتين كده
والف الخيط وادخل اعمل العمود التاني. لما يبقى عندي 3 حلقات الف الخيط واعدي منهم هما ال3. انا هكمل كده الدور ده وارجع لكم عشان نشوف الدور اللي بعد كده هنشتغله ازاي. طيب انا كده وصلت لاخر غرزة عندي، عملتها عمود خلفي بعد التناقص زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بعد كده؟ هقفل الدور بتاعي بنفس الطريقة. هدخل ده التناقص بقى غرزة واحدة اهو، هدخل من ورا واعمل المنزلقة بتاعتي، وكده هكون برضو اكني ببدأ بعمود امامي. الدور اللي جاي اللي احنا هنبتديه ده مش هنعمل فيه اي تناقص، هنعمل عمود امامي في الامامي، وفي العمود الخلفي نعمل عمود خلفي. هنمشي امامي على الامامي وخلفي على الخلفي. طبعا الامامي عندنا هو غرزة التناقص اللي انتوا هتشوفوها عبارة عن غرزتين في غرزة. الخلفي هو عمود خلفي واحد، لكن غرزة الامامي شكلها جايبة اهو عمودين مع بعض. هنشتغل حواليهم الاتنين، مع هما مش اتنين، هما بقوا غرزة واحدة في الاخر، احنا جمعينهم مع بعض وهنعمل عليهم عمود امامي واحد بس. يبقى كده ده التناقص بتاعنا. بقول تناقص مع يعني قصدي انه الغرزتين دول بقوا غرزة واحدة، وبالتالي انا في الدور ده بشتغل عليهم غرزة واحدة. فكده فعلا التناقص بتاعنا مظبوط اهو. بعمل امامي على الامامي وخلفي على الخلفي، مفيش اي زيادة ولا اي نقصان، هيبقى نفس العدد عندنا نفس الدور اللي فات. تمام اهو كده. هكمل بنفس الطريقة دي الدور ده وارجع لكم نعمل الدور اللي بعده. انا ممكن برضو اخلصه وارجع لكم بعديه عشان هيبقى في تناقص. يعني الدور الجاي هعمله تناقص بنفس طريقة الدور اللي احنا اشتغلناه. هيبقى عندي دي غرزة امامية ودي غرزة امامية، هعملهم مع بعض تناقص عواميد غير مكتملة واقفلها وافوت العمود الخلفي اللي في النص، واجي على اللي بعدهم ده اعمل العمود الخلفي اشتغل عليه خلفي، والاتنين اللي بعد كده 2 اماميين اهم اشتغل عليهم مع بعض برضو عواميد غير مكتملة وافوت اللي في النص واشتغل هنا عمود خلفي. يبقى الدور اللي جاي هيبقى تناقص. الدور الرابع والاخير هيكون هوريكم، هرجع لكم فيه عشان هو ده اللي هيقفل شغلنا تماما ونضيق بيه الفتحة اللي هي من فوق. هوريكم ازاي هنخيطها. فانا هكمل دور اللي هو مفهوش قلنا تناقص ده، والدور اللي فيه تناقص التالت، وارجع لكم في الرابع عشان نشوف هنقفل شغلنا ازاي. طيب انا كده خلصت الدور التاني كملته، وكمان عملت دور كمان التالت اللي فيه تناقص، ووصلنا لاخر دور او دور التقفيل. من غير ما انا هقفله في بعضه، هبدأ ان انا ادخل في كل غرزة واسحب الخيط، ادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط بالشكل ده. في كل غرزة هدخل واسحب. تمام، كل غرزة هتقابلني هدخل اسحب منها الخيط واستمر في ان انا الف. ممكن المبتدئين شوية يعني ما يقدروش يتحكموا في الدور ده، يكون شوية صعب عليهم، بس يعني طريقة في التقفيل اسهل واسرع وامتن كمان، لان هتضمن لنا ان احنا هنقفل تماما الطاقية من فوق. طريقة كمان شكلها حلو،
فاحنا هنكمل كده، نفضل نلف على كل غرزة، نسحب منها الخيط لحد ما نتأكد ان احنا جبنا اللفة كاملة. يعني كده بقيلنا كمان حوالي 4 غرز. لو عندكم إبرة أطول وتكون مش لازم يكون عليها سيليكون، تكون الإبرة فقط من غير سيليكون عليها عشان يسهل لكم ان انتوا تعدوا بيها، يكون افضل. تمام. وانا كده ممكن نسحب من كلهم دلوقتي، ويتبقى لي 2 كمان مثلا هعملهم، لان الابرة دي مش توصل اكتر من كده، لان زي ما انتوا شايفين هي عليها السيليكون بتاعها، فطولها يعني يعتبر نسبيا قصير. تمام. فمش هتساعدني ان احنا كنا نلف كده. احنا هنعتبر ان احنا قفلناها كلها. انا ممكن هستخدم ابرة تانية عشان ادخل فيهم كلهم احسن مرة واحدة، او لو انا كده شديت هلف بس في اخر غرزتين اعملهم بنفس الطريقة، ادخل واسحب الخيط وادخل واسحب الخيط من اللي بعدها، على اساس ما يكونش في اي فتحة خالص، تكون اتقفلت تماما. حابين تكملوا برضو الغرزتين الاخرين بالخياطة، مفيش اي مشكلة اهو كده. ونسحب الخيط بتاعنا من الحلقات ونشده كده من شكلها اهو. لو انتوا هتعملوها زي ما قلت لكم كلهم، كل الحلقات بنفس الابرة مرة واحدة، هيكون كلها زي الشكل اللي انتوا شايفينه هنا ده، شكلها حلو جدا مظبوط. انا هقص الخيط، ممكن ازود برضو يعني غرزتين او حاجة بإبرة التنظيف بتاعتي، عشان مجرد زيادة تأكيد على التقفيل ده. هأسحب الخيط كده والضمه في الإبرة واعمل غرزتين عشان اثبت التقفيل. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تضيفوا بومبوم على الطاقية في نهاية الشغل، لو حابين تخلوها زي ما هي كده كمان ممكن تسيبوها زي ما هي، هيبقى شكلها ظريف. ده كان الفيديو النهاردة، عايزة بس اوريكم نتيجته النهائية. ادخل الفتلة دي لجوه واقفلها انا بعد كده عشان برضو ما اطولش عليكم. اعمل لها كده غرزتين من جوه واقفل الخيوط دي كلها واقصقصها. والطاقية بتاعت البيبي واللون ده كمان طلع ظريف جدا. اتمنى ان انتوا تشتغلوها، ممكن تكون هدية حلوة قوي، هتنفع طبعا البيبيهات في الشتاء. ده كان كده الفيديو، وبإذن الله انا اعمل نفس الطاقية دي بنفس اللون، نشتغل بقية الطقم، نعمل ميتنز او اللي هي جوانتيات الخربشة عشان البيبي ما يخربش وشه. فيكون ده ان شاء الله، حاول اخليه الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو.